هذا أبطأ بلنتي سجله ميسي في تاريخ كأس العالم. حتى قبل ما يوصل ميسي لنقطة الجزاء، الحارس الهولندي بدأ يلعبها نفسيا. ميسي كان رايح ياخذ الكورة، لكن الحارس وصل قبله، ومن ردة فعل ميسي واضح أن الحارس رمى الكورة على الأرض متعمد. ميسي انزعج شوي ولمس فمه، لكن ظل هادي. ميسي كان أول لاعب يسدد للأرجنتين في ركلات الترجيح، والضغط كان خيالي. أي خطأ ممكن يسبب سلسلة انهيار للفريق. الحارس حاول يشتته، يحرك يديه ويستفزه، لكن هذا ميسي ما يتأثر. بدل ما يركض ويسدد بسرعة زي أغلب اللاعبين، بدأ يمشي للخلف ببطء غريب، يتقدم بهدوء خطوة خطوة. وفي لحظة التسديد أول ما رفع رجله، الحارس رمى نفسه على اليمين، وميسي ببساطة حطها في الجهة الثانية. برودة أعصاب كاملة. بهذا الهدف ما بس سجل، بل طمن فريقه كامل وأعطاهم ثقة القائد في أهم لحظة.